يبقى بخير أصحابات سمومل وأجاري نمسا دمينم لفيينا هذا أنا هجور بلكيج كتابة ومستاع علي عبد الله كولو بخينم الثورة الموؤودة بعنوانها الثورة الموؤودة. الهجرة. في اليوم التالي بدأ راس البحث عن عمل وقد أثر فيه كلام الأستاذ وحالته الصحية، فلم يترك فندقا في ماردين القديمة إلا وسأل أصحابها إن كانوا بحاجة إلى موظف في الاستقبال، كونه يجيد عدة لغات وهي الكردية والعربية والإنجليزية وله معرفة جيدة باستخدام الحاسوب. والجميع قال له بأسلوب مهذب: اترك رقم هاتفك ونحن سنتصل بك. وهذا يعني أنهم ليسوا بحاجة لخدماته، وذهب إلى ماردين الجديدة مارا على مشاريع البناء الكثيرة، ولم يترك متعهدا إلا وسأله، ولكن عبثا ذهبت كل محاولاته، فأخذ يصعد الجبل باتجاه المدينة القديمة وجلس على أحدى الصخور التي تعلو الجبل وهو يتأمل المدينة الجديدة، أناسها، سياراتها، أبنيتها، حيث يبدو كل شيء أصغر من حجمه الحقيقي. وأخذت الأفكار تأخذه بعيدا ليكلم نفسه بصمت. مرت السنوات الماضية من حياتي بين المدرسة والبيت وبعد ذلك الجامعة، وأنا أقول لنفسي بأن المستقبل سيفتح لي أبوابه، وسأعمل بشهادتي وأمنع الغش في البناء كي تكون أساسات الأبنية ليست كأساسات الدول. وحرمت نفسي من حبيبتي لأجل الدراسة، لكنني خسرت ابني.